اغلب الناس لو احنا سألناهم قلنا لهم انتوا عارفين نفسكم كويس، هيقولوا لك احنا عارفين نفسنا. انا اسمي فلان وعايش في المنطقة الفلانية وساكن في حتة اسمها كذا وباكل كذا وبشرب كذا. اقول له ماشي ماشي، انت هنا انت هنا كشخص بتعرف نفسك بالخطوط العريضة، لكن بتكلم عليك انت نفسك من جواك. هل انت عارف صفاتك النفسية ايه؟ هل انت عارف آم، شعورك ايه هيتولد لما انت تعمل كذا او متعملش كذا او تسوي كذا؟ يعني مثلا واحد مثلا تسأله سؤال، اه والله انا عارف نفسي، انا باشمهندس فلان وعايش مثلا في منطقة المعادي، مثلا اي حتة او مدينة نصر او اي حي من احياء القاهرة، ومتجوز فلانة وعايش في البيت الفلاني. طب سؤال، هل انت عارف آه، هل انت عارف امتى بتكون سعيد وامتى بتكون حزين؟ هيسأل السؤال ده، هيبلم قدامك، هيبص كده قدامك، يعني هيريل يعني مش عارف يجاوب على السؤال. هل انت تعرف امتى تكون مبسوط وامتى تكون حزين؟ هل انت بتعرف ايه هواياتك اللي انت بتحبها؟ بتحب تعمل ايه ما بتحبش تعمل ايه؟ هل انت تعرف ليه؟ ركز على كلمة ليه، مش يعني سبب، انا بتكلم على السبب. هل انت تعرف ليه انت عملت الفعل الفلاني ده؟ ليه انت بتروح الشغل مثلا؟ ليه انت بتمارس هواية معينة؟ ليه انت عايش على وجه الكرة الأرضية؟ انت ليه عايش؟ هيقولك انا عايش عشان اتجوز، عشان اخلف، عشان اجيب فلوس، عشان. طب انت ايه الغرض الاساسي؟ انت عايش ليه؟ انت ليه موجود دلوقتي؟ واخد بالك؟ دي كلها حاجات يعني في الفكر الإنساني عميقة. في الفكر الإنساني حاجات عميقة وحاجات مستخبية، حاجات مش كل الناس بتتكلم فيها. كلنا بنتكلم عن الظواهر، بس البواطن مش أي حد يتكلم فيها. وبالذات لو كنت أنت بتتكلم مع شخص تاني. لما مثلا واحد تطلب من شخص تاني يقول لك مثلا قول لي يا فلان ايه رايك فيا. والسؤال ده انا سالته قبل كده، واحد صاحبي بيقول لي ايه رايك فيا، فقلتها له على طبيعته، قلتها له كده دايركت مباشره. قلت له رايي فيه كذا وكذا، رايي ان انت كذا وكذا وكذا. فهو اتضايق شويه من رايي، واخد بالك؟ يعني هو واخد بالك يا صديقي؟ يعني هو اتضايق من رايي. انت سالتني رايك ايه، قلت لك رايي. بس قد يكون رايي ده بتاعي انا، قد يكون مش صح، وقد يكون مجرد راي، وقد يكون صح في الوقت الحالي لكن هيتغير قدام. خد بالك، عيد تاني النقطه دي مهمه. تاني، قد يكون رايي ده، مثلا رأيي فيك ان انت مثلا حاقد او حاسد، او بلاش حاقد وحاسد، انت مثلا رأيي فيك ان انت اناني، مثلا انت رجل اناني. ممكن انا اطلق عليك رأي، يعني اقذفك برأي، ورأيي ده فعلا صحيح، يعني انت فعلا اناني. تيجي بعد كده انت بعد مرور 6 شهور اقابلك تاني وتسألني واجي اتعامل معاك الاقي نفسك انت ما بقتش اناني، انت بقيت انسان محب لغيرك، بتحب الخير لغيرك، وهكذا. تتغير تماما. يعني الرأي ده شيء مؤقت، واخد بالكم؟ بس دي نقطة مهمة جدا.